السيسي الله ينصرو. شوف المملكة مغربية كي خادمة بلادها الله يبارك. شوف يا بابا 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 حتى في القور يا محمد سيس، حتى في القور الله ينصرك يا محمد سيس. الله الوطن الملك يا المغاربة والمغربي لازم تكون فخور، راك مغربي لازم راك تكون فخور وتقول عاش الملك جزائري اللي قالك روح نبغيك نموت عليك يا ابن عمي يا معالي الباشا، انا جاي النهارده عشان ابص الايادي، ولو في حاجه تاني غير الايادي مستعد ابصي. الهي ما واروح. صحراوية بشدة الموقف الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي، مؤكدة أن هذا الموقف مناف لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصحراء الغربية. الحكومة الصحراوية أضافت في بيان لها أن هذا الموقف الفرنسي إنما هو تشجيع للاحتلال العسكري المغربي اللا شرعي ومؤازرة له لمواصلة عدوانه الهمجي ضد شعب الجمهورية الصحراوية، ومن شأنه أن يدفع بمنطقتي شمالي وغربي افريقيا الى مزيد من التوتر. دول ناويين يحولوها جناية. الجزائري عبد المجيد تبون يحل بالجزائر عائدا من سلطنة عمان بعد جولة دولية قادته إلى كل من مصر في زيارة عمل وأخوة وسلطنة عمان في زيارة دولة. جاءت زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى سلطنة عمان ودامت 3 أيام تلبية لدعوة من السلطان هيثم بن طارق بإصدار بيان مشترك تم فيه التأكيد على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. يا مالها بردت كده ليه؟ ولا أنا باينني جعان؟ دعت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية مغربية الشعب المغربي إلى توحيد الجهود والاستعداد لمواجهة التعنت الحكومي والتعدي المخزني الخطير وغير المسبوق على حقوقه ومكتسباته، مبرزة الانسداد السياسي والتراجع الفظيع للحريات الديمقراطية مقابل إطلاق العنان لكل مظاهر الفساد والاستبداد. الكلام دي صح يا حضرة الوكيل؟ نفى وزير الدفاع الإيراني عزيز نصيرزادة حدوث خلل في عملية إنتاج الصواريخ خصوصا بعد الهجوم الصهيوني الأخير الذي تعرضت له بلاده، مؤكدا فشل الكيان في تدمير منظومة الدفاعية لطهران.